واحنا بدنا نصل لأكبر عدد من الناس، نبين لهم حقيقة الاستغفار. يا جماعة ذنوبنا أهلكتنا ولا ظننا أنها البلاء. نزكي أنفسنا، والله لا أزكي نفسي ولا بأي شيء. ما أصابني لربما ذنب، ولكن الحمد لله رب العالمين، الله يعفو عن كثير. إذا نجلس ونقول كل شيء يصيبنا هو يعني رفعة ومقام عالي، وبالآخر حياتنا معطلة ولا نهتدي سبيل، هذا خطأ كبير. نحن في عقاب من الله بسبب تفلتنا وعدم معرفته وعدم رد فضل ما بنا من نعمة لله. فإحنا كالفرس المتفلتة، يعني بس بدنا نفلت. يعني إذا بدنا نعبد الله قليل حتى إذا أعطانا نفلت ونروح نبتعد، ولكن الله يأبى إلا أن يمسكنا، لأن الطريق هي للجنة إن شاء الله. أنت لما بتترك ذنوبك، أنت ما كنتش تعرف أنها ذنوبك، أنت كنت تصلي وتصوم وتحج وتكمل ما شاء الله، وكأنك تتبع السيئة حسنة، وأنت مش عارف أن هذه الذنوب التي تقترفها وتتراكم عليك هي اللي كانت ساتر يعني حجاب بينك وبين استجابة الدعاء من الله. فلما بتوقف هذه الذنوب وتلزم الاستغفار كمان مرة، هي رزقي، هذا رزقي موجود في هذه القنينة. ذنوبي، هاي ذنوبي، أوب 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 أوب، اغلق سكرنا، يمكن بعدها مفتوحة شوي صغيرة بتنقط تنقيط من كثر الذنوب. طيب شو الحلال؟ ما هي الرافعة؟ هل الصلاة التي ترفع هذا الذنب؟ هل القيام الليل؟ هل الصيام؟ هل حفظ كتاب الله الذي يرفع؟ معك شواهد من قصص المتابعين. الذي يرفع هذا باب الذي أغلق باب رزقك بذنوبك، الذي يرفعه ماذا قال الله؟ مين قال؟ أنا ولا الله؟ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. هل قال الله جل جلاله يا عبادي؟ طبعا احنا نقوم كل العبادات، بس اننا نفهم، لانه في ناس هناك بدها فقط الجدال من باب اتبع السيئة حسنة. اتبع السيئة حسنة، انت اسأت لي ارجع احسن لي، اخذت لي حقي رجع لي حقي. مفهوم؟ كمان دور الاثم هو عمل قلبي، حسد، كره، بغض، هاي اشياء قلبية، انت اثم. طيب الذنب، يا عبادي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الذنوب بينك وبين الله، ما لهاش علاقة في العباد. بتصمش، بتصليش، اليوم بديت تصلي، عمرك 50 سنة واليوم بدأت تصلي، شو معلفات؟ هاي ذنوب. بعد هسه مش بتكلمين انك سبيت فلان واكلت حق فلان وظلمت فلان وكسرت ايد فلان وخربت له بيته وطعنت فيه وتكلمت. بنتكلم على اشي بينك وبين الله. كنت توكل ربا، كنت مدمر الدنيا بينك وبين الله، لكن مش مآذي البشر، مش مآذي حتى الحيوان ولا الجماد. انت هنا ووقعت في الذنب، فهمت؟ هذا هو الذنب اللي بقول لك ربنا قد يبدل الله سيئات بحسنات. هذا الذنب هنا إذا أنت تبت. لكن حقوق البشر الله ما بيعفو عنها يا جماعة. بيوم القيامة أنا بدي حسنات منك، أنت اللي حسبيتني، إذا إلي عليك حق بدك ترده، وإذا هذا الحق ضاع وبطل يرجع ما كاش مش موجود، بدك تكثر من الاستغفار وتكثر من الأعمال، تكثر من الأعمال الحسنة عشان يوم القيامة بدي أحاسبك أنا، بدي أخذ من حسناتك. فهمت؟ في 3 أنواع من الذنوب. الإثم عمل قلبي، أنت بتكره واحد، بتبغض، تمكر فيه، حاسده، حاقده، هكذا، ده عمل قلبي. العمل الثاني هو الذنوب بينك وبين الله، والسيئات هي بيننا وبين العباد. طبعا الله متدخل فيها لأن الله لا منعنا. هذه السيئات هي التي احنا بنركض وراها هسه نخلصها، لأنه إذا تبنا منها ما بتنتهيش. إذا تبنا من الذنوب مع الله قد يعفوها الله كلها ويغفرها. باين الأمور. طيب الله جل جلاله قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. طيب الشيطان توعد وقال وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الله جل جلاله وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. ما قال ما داموا يقومون الليل، ما قال ما دام يقرؤون القرآن، طبعا كله أجر عظيم. وهناك فاستغفروني ما قال إذا صمتم اثنين وخميس، هذيك نافلة جميلة ما شاء الله أجرها عظيم عند الله وصانا بها رسول الله. لكن الذي يغفر الذنوب تجيب لي هدايا إذا أنت بتسب علي ولا بتقول لي يا أبو أحمد بتأسف يا أخي سامحني، بتجيب لي هدايا وبتحط لي وأنت بعدك بتسب علي وبتشتم فيي، بدك تتأسف. وهكذا هو مع الله. الله قال لك الذنب هذا تستغفر عليه، فبتلزم الاستغفار عليه. فهذه الذنوب احنا قلنا اغلقت باب رزقك، رزقك مسكر، سكرته انت،
فالآن أنا أستغفر، ببدأ أفتح، فبتبدأ تنفتح شوي شوي. في منا من أسرف على نفسه كثير، مش مخلي كاين شاغل حاله بالناس، وفي منا أقل. في منا كان عنده ذنوب بينه وبين الله، في عنا بينه وبين العباد، في عنا أشياء كثيرة، في عنا ناس قلوبها مريضة، مش راكز. والله يريدك أن تبلغ آية، بده إياك تثبت. يعني مش إلا بروح على المدرسة وبتعلم له 10 جمل وبرجع بقول أنا بدي أعلم. لا، بدك تتعلم حتى تعلم، وتثبت وتحب الشغلة وتستمر. مفهوم؟ فالله يريد أن يعطيك لما أنت بتثبت وثبات قلبك. يمكن يأخذ أنا مني 6 أشهر، ومن فلان سنة، ومن فلان سنة ونص. فهمت؟ لكن اجتهدوا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اجتهدوا واكثروا، واعرف انك انت الله منعك لانك بتعرفش، ومنعك لانك لا تبلغ آية، ومنعك لازم تثبت على الدين وتكون قوي في دين. يعني مش كلمتين تبيع الدين. مفهوم؟ فضلك مجتهد، يأتي هذا عطاء من عند الله. لما انت تجتهد وبتكثر بالعبادات شوي شوي، ما بتحس الا انت الله اعطاك هذا اللي انت بنقول لك عنه. الله بيعطيك اياه شوي شوي، بتشعر انك خلص انت انسجمت في هذا الشيء. كنت طحين وماء، مش متجانس. ظليت انت تتقرب الى الله الى ان اصبحت عجين. بطلنا نستطيع ان نفصل الطحين عن الماء، فصرت انت معجون في هذا العبادات والطاعة وحب الله وتبليغ الآيات. إن شاء الله إنها تكون وصلت. وهذا الإشي عطاء شوي شوي. لما بتعيش وتكثر من الطاعات والعبادات وترك الذنوب ولزوم الاستغفار، تعرف إنك أنت تسير في الطريق الصحيح. يعني إذا قلنا إنه إحنا نسير من فلسطين إلى خلينا نقول إلى مكة، بدنا مثلا، على ما بعرفش أنا قديش كيلو، ما حسبتهاش، خلينا نقول 10,000 كيلو. طيب أنا قطعت 5,000 كيلو، بعد في 5,000. بس أنا بالطريق الصحيح لما بترك ذنوبي وأتوب وأستمر. أهم العبادات، أهم شيء عند الله الصلاة في وقتها. لكن صلاة ما فيها كذب، ما فيها غيبة، ما فيها نميمة، ما فيها سرقة، ما فيها إباحيات، ما فيها نعم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شوي شوي تكتسب هذه الخصال. لما أنت بتعرف شو الثمن اللي بتدفعه في حياتك على الذنوب، رايح تتركها. وطبعا سورة البقرة دور كبير بأنها تقوم سلوكك، والاستغفار يهدم أشياء كثيرة من الباطل هي أمامك. يعني ممكن تظن أنه في لك صديق، هذا الصديق بس قاعد معك للغيبة والنميمة، وانت بتحبه وهو بيحبك وبريدك وبتريده، بس كل الكلام اللي بيناتكم فلان وفلاني، فلان وفلاني، فلان وفلاني، ولا حرف زيادة، ولا ذكرك بالله ولا شيء. الأخلاء يومئذ عدو إلا المتقين. فأنت هون هذا ما فايدك بالشيء هذا، فما بتحس إلا أنت بعد ما تلزم الاستغفار وتقبل على الله مش موجود، طار، ازعل انت خلاص. الله ما بده ياتيك تضلك بالغيبه والنميمه، لانه هذا الرجل لا ياتي منه الا الغيبه والنميمه، فانتهى من حياتك. وهكذا امور كثيره لازم نعرف نتعامل مع الله عشان نعرف كيف الله بيعملنا. الله يحييكم. ناس كانوا ضايعين تعبانين عايفين حالهم، لكن بعد ما سمعوا الحقيقه، يعني الذنوب وترك الذنوب ولزوم الاستغفار، وهذا هو سبب التعطيل، هذا لا سبب ان الله لا يستجيب. والله سيرزقنا ويغنينا ويتفضل علينا ويرفع قدرنا ومقامنا ويفتح علينا أبواب التكنولوجيا لما نتوب ونكثر. سترى عجب والله. الأيام تمضي والأمور تتغير، وما كان ربك نسيا. والله سينصر المستغفرين إن شاء الله. لكن كون أنت إنسان مؤمن مش مسلم. المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن نعم يعني يريد الخير للناس. إنسان أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى. لكن البخيل بده كل شيء له، بيعطي علم، بيدفع من جيبه، بنصح. أما من أعطى واتقى يعني خاف الله وصدق بالحسنى، صدق في هاي الوعود الجنة وكل الخير الذي وعده الله للمتقين، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.